ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان جالي كومنت على فيديو من الفيديوهات، كان في حد قال لي على ستوريز الانستجرام انه اعمل فيديو عن الكتب. ده بجد مش بقول كده عشان اعمل فيديو، بس بجد كان حد قال لي على الفيديو ده من فترة طويلة، فقررت ان انا اقول لكم دلوقتي واوريكم اغلب الكتب اللي انا بقراها. هما دول مش كلهم، يعني في كتب عن صحابي بره، وفي حاجات كنت بسمعها عشان انا كنت في الاول اصلا ماليش خلق القراءة وكده، فكنت بقعد اتفرج على فيديوهات. فكملوا معايا هقولك على شوية كتب. محتارة أبدأها من الحلو للأحلى ولا من الحلو للأحلى ولا من الأحلى للحلو؟ هتقولي ايه الفرق؟ هقولكوا الحلو في الأحلى منه. هنبدأ بأي حاجة. أول كتاب أنا بعشقه، وحرفيا قعدت سنتين على ما الكتاب ده لقيت منه نسخة هنا في مصر، وكانت بالصدفة البحتة جدا داخلة مكتبة وبكلم واحدة صاحبتي بقول لها إن أنا نفسي في كتاب، فبقول لها اسمه سماح بالرحيل، فلقيت الراجل بيقول لي تعالي الكتاب اهو. ده هي الكتب هتبقى بالمشقلب، بس انا بالمشقلب عشان اوصل بالمشقلب، بس هبقى احط لكم صورها او اكتب لكم اسمها. ده كتاب اسمه السماح بالرحيل. الكتاب ده دسم جدا جدا جدا. ده يعني كل كتاب هحاول اديكم نبذة مختصرة، آه، وانتوا اقرأوا الفهرس، يعني بيبقى موضح اكتر، او المقدمة. بس الفهرس انا بحب الفهرس، انا اول حاجة ببص عليها في الكتاب هي الفهرس اصلا. ده بيتكلم عن ان انت ازاي تسمح لمشاعرك تخرج. بيتكلم معاك في الاول عن الطرق الغلط اللي احنا بنتعامل بيها مع مشاعرنا. هو ان احنا بنشغل نفسنا، بنكبت المشاعر دي، بنحاول نخرجها في حاجات تانية. فبيتكلم معاكوا الاول عن الحاجات دي، وبعد كده بقى بيتكلم معاكوا في التفصيل ان انتوا ازاي تسمحوا لمشاعركم تخرج بالطريقة الصح. الكتاب ده كبير، وانا بقرا فيه اكتر من مره، يعني بحس ان انا في اجزاء قراتها بحس ان انا عايزه ارجع لها تاني في وقت من الاوقات. فبحس ان الكتاب ده ما اقدرش اتخلى عنه، يعني انا بدي لاصحابي كتب عادي، بس انا ما اقدرش ادي لحد الكتاب ده. انا كنت مشترياه من عصير الكتب بس كان غالي شويه، بس ده يعني هو ده مكتوب عليه طبعا خاص، يعني اعتقد انه بقى موجود دلوقتي عادي في اي مكان. تاني كتاب من الكتب اللي بحبها قوي دول الاحلى، دول مش الكتابين، دول الاحلى. العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية. الكتاب ده حلو قوي ككتب بدايات، حتى طريقة عرض الكتاب حلوة، يعني فيه كاريكاتير وفيه صور وحاجات، فلو حد ما بيحبش القراءة ممكن يبدأ بالكتاب ده علشان هتحس إن أنت مستمتع وأنت بتقرأ، يعني كل حتة فيه صور وبيتكلم بطريقة حلوة. صحيح أغلب الكتب اللي هتكلم فيها بتبقى كتب تطوير، كتب علم النفس، الحاجات دي عشان أنا ماليش في الروايات قد كده، مقرأتش روايات قبل كده أصلا. هننتقل للكتاب الثالث وهو جلسات نفسية. ده بتاع دكتور محمد إبراهيم، هو مشهور الصراحة وبيعمل فيديوز كتير، وأسلوبه حلو قوي، وبيعمل جلسات مش عارفة بيقولوا عليه ايه، هو بيعمل سيشنات أو حاجات معالجة، يعني بتبقى كورسات. الكتاب ده حلو قوي وباين من اسمه يعني. الكتاب اللي بعده أنا بحبه قوي، اسمه أنت قوة مذهلة. آه، أعتقد إن أغلب الكتب دي بتبقى، يعني هي كتب بالإنجلش ومترجمة. الكتاب ده حلو قوي، أنا بحبه. الكتاب اللي أنا جايباه من زمان قوي، قرأته بس ما خلصتوش، بس هو نفس فكرة العادات السبع. إنسان بعد التحديث، ده أنا كنت جايباه بعد ثانوية عامة، يعني ممكن من 3 4 سنين. الكتاب فكرته حلوة وبرده بصور وشخصيات كده، فحاسة إن هو هيبقى لذيذ برده في القراءة. وزي ما قلت لكم اي كتاب اقرأوا الفهرس بتاعه، بيبقى ملخص وبتحس ان هو بيشدك، انت عايز تعرف مثلا الجزء يعني الفصل ده بيتكلم عن ايه من اسمه، فبيبقى يعني بيقولوا عليه ايه، بيحمسك. في كتابين لسه صاحبتي مرشحاهم ليا، الصراحة انا كنت فاكراها رواية من زمان قوي فما كنتش بجيبها. كتاب سندريلا سيكريت، ومنه اللي هو يعتبر الجزء الثاني شهرزاد اون فاير. الكتابين دول هي ادتني نبذة عنهم كده، ان هما مش روايات، انا كنت فاكرة الصراحة من اسمه ان هو رواية بس.
هي قالت إنه الكتاب بيحكي قصة سندريلا بطريقة مختلفة خالص، وبعد كل يعني بعد كل كام صفحة كده يقعد يسألك أسئلة. حاسة إن ده اللذيذ قوي في الموضوع. أنا لسه مقرأتوش عشان لسه شاريهم. يعني بيقعد يسألك مثلا ده سؤال: ايه الحاجة اللي بتبقى مبسوطة وانتي بتعمليه، اللي بتبقي مبسوطة وانتي بتعمليها لدرجة ان الوقت ممكن يعدي كده من غير ما تحسي. حسيت طريقة الأسئلة ان هو بيخليك تكتشف نفسك. آه بيقعد يسأل الأسئلة كتير، وسايب لك مكان، سايب لكم مكان تكتبوا فيه الإجابة. أعتقد إن شهرزاد أون فاير ده برضو نفس الحكاية. مش عارفة بيسأل أسئلة ولا لأ. بس بيسأل وسايب لكم أماكن برضو في الكتاب. دول من ترشيح صديقتي، بس أنا لسه مش مقرأتهمش. في كتاب كان صغير كده وهو كان اسمه شدني. اسمه How to live on 24 hour a day. كيف تعيش كل ساعة في يومك كما ينبغي. الصراحة طلع كتاب عبيط. هو صغير بس حاسة كتاب عبيط يعني. ما كملتهوش. بس هو صغير يعني. حاسة ممكن حد تاني يستفاد بيه. بس مش شايفة ان هو مستاهل ان انتوا تشتروه. يعني ممكن تقرأوه على جوجل في يوم كده في ساعتين. آه، هو ده. كان في كتاب تاني حلو قوي كنت بحبه اسمه علاقات خطرة. آه، كان في كتاب بتاع كان اسمه ايه؟ مش فاكرة اسم اللي كتبه، بس هو برضو حد مشهور على اليوتيوب والانستجرام وكده. كتاب اسمه استراحة نفسية. اسمه كريم. كان اسمه كريم. وكان في كتاب عن لغة الجسد. استنى افتكر اسمه. معرفتش افتكر اسم الكتاب الصراحة. هو كان حاجة عن لغة الجسد، وكان الكتاب لونه اورنج كده من بره. بس حتى عملت سيرش معرفتش اجيبه. في كتاب اسمه رجال من المريخ ونساء من زهرة. وفي كتاب اسمه الكتاب اللي فات ده اللي هو بيوريك الفرق ما بين التعامل مع، يعني الفروق اللي موجودة ما بين الست والراجل. كتاب لذيذ. أي حد في علاقة يقرأه، أو مش في علاقة. يعني هو بيبقى يعني بيفهمك بدري بدري عادي. في كتاب اسمه الأب الغني والأب الفقير. ده بيعلمك حاجات في الأموال بقى، وازاي تكون ما تكونش، مش عارفة أقولها ازاي. إن أنت ازاي تكون اقتصادي، أو بتعرف تتصرف تعرف تدير أموالك. مش عارفة أجمع الكلام. في كتاب اسمه كتاب حلو قوي ده، من أول الكتب اللي قرأتها. اسمه نظرية الفستق. لونه أخضر كده. في منه جزء أول وفي جزء تاني. أنا مقرأتش الجزء التاني، بس هو كتاب لذيذ. في كتابين بقى أنا جايباهم. دول أنا قلت عليهم في فيديو قبل كده. الكتابين دول رسائل من القرآن. وقلت إن في رسائل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي رسائل من الصحابة. وده أول مرة أتدبر القرآن. الكتاب ده تحفة. هو مش بيفسر السورة كلها، بس بيجيب لك أهم الحاجات اللي أنت محتاج تتدبرها. وساعات بيقول لك مثلا على حاجات كان المفروض إن احنا نفهمها من السورة دي، ويقول لك مثلا دي في الآية كذا، فأنت بترجع للمصحف. أحسن حاجة إن أنت تقرأ الكتاب ده وجنبك المصحف. الكتاب ده اسمه Without Merit. أعتقد إن الكاتبة دي أغلب كتبها حلوة. اسمها كولين وور I think. الكتاب ده أنا كنت جايباه أولا عشان كان لفت نظري، ثانيا عشان كنت واخدة ريسك مع نفسي إن أنا أقرأ حاجات إنجليش وأطور من اللغة. الصراحة مخلصتوش يعني. بعدها بفترة كنت ماشية أنا وصحابي. الكتاب ده لفت نظري أوي. اسمه Does It Hurt. فلما وقفت في المكتبة وقرأت اللي عليه من ورا، كان أول كلمة Who am I؟ يعني أنا مين؟ فاللي كان الكلام اللي كان مكتوب هنا كان حلو قوي، وشدني حسسني إن أنا عايزة أقرأه قوي. فجبته يوميها، رحت قعدت في مكان قرأت فيه كام صفحة، وكنت مستمتعة جدا. آه، كنت واخداه كريسك إن أنا أقرأ حاجة إنجليش وأتعلم. وده ما يمنعش إن أنا أكيد كان في حاجات ما بقاش فاهماها من سياق الجملة. أحيانا بتعرف تترجم الكلمة اللي أنت مش عارفها، أو في بقى جوجل ترانسليت حاجات كتير.
فحاساه كان حلو قوي بالنسبه لي. انا برضه لسه مخلصتوش. دي اغلب الكتب اللي انا فاكراها دلوقتي. لو جه في دماغي حاجه تانية ممكن ابقى اعمل لكم جزء تاني. بس